بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي اهلا وسهلا بيكم. انا النهارده جاي لكم بفيديو جديد، بس قبل ما نبدا كده الفيديو بتاعنا نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. وما تنسيش لو مش مشتركه معايا في القناه يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنسوش اللايكات يا جماعه، عشان كل مره اقول كده وما الاقيش حد فيكم حاطط لايكات هزعل منكم جدا. انا النهارده الوصفه بتاعتي النهارده احنا ازاي هنعمل مع بعض القرنبيط. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه. انا من كام فيديو عملت القرنبيط ازاي حمرته وازاي قليته والكلام ده كله، عملت لكم بطريقه حلوه جدا. بس ما ركزتش على السليق قوي. النهارده احنا هنسلقه مع بعض. هتعرفوا ازاي اللون بتاعه حلو قوي كده. شايفين اللون بتاعه تحفه ازاي؟ ايه رايكم في اللون بتاعه؟ هتعرفوا ازاي ان اللون بتاعه طالع حلو قوي كده. ريحته حلوه جدا. انا ما ببالغش يا جماعه، والله ريحته حلوه قوي. يبقى يديكي ريحه وطعم وشكل وكل حاجه حلوه قوي فيه ولونه التحفه دوت. عايزين تعرفوا انا عملته ازاي؟ خشوا معايا في الفيديو واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ونبدا الفيديو بتاعنا كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي كده القرنبيطه بتاعتنا معانا هي اللي احنا هنعملها النهارده. هنعملها بطريقه حلوه جدا، بطريقه مختلفه. انا كنت عملتها لكم في فيديو قبل كده بس اتطلبت مني تاني. بس النهارده انا هعتمد اكتر في التفاصيل على طريقه السليق مش طريقه العمايل، لان طريقه العمايل انا عملتها بالتفصيل قبل كده وبرده هعملها لكم. بس احنا هنركز قوي قوي يا جماعه على طريقه السليق بتاعه القرنبيط، لان في ناس كتير مننا ما بتحبش القرنبيط وهو بيتسلق خالص. والطريقه اللي انا هسلق لكم بيها القرنبيط دي هتخلي طعم القرنبيط تحفه، لان احنا عارفين ان القرنبيط بتاعنا لما بيقعد لتاني يوم برده طعمه بيغير. لا، الطريقه اللي انا هسلق بيها دي هتخلي ريحته وطعمه تحفه حتى لو قعد معاكي لتاني يوم. كده القرنبيطه بتاعتنا اهيت. هنبدا ان احنا نفصصها ونقطعها من بعض. في ناس بيقطعوها بيسلقوها زي ما هي كده، لا انا بفصصها بطلعها واحده واحده. نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. وما تنسيش لو مش مشتركه معايا في القناه يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصوا كده بقى هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل كده دول الاول عشان نعرف نقطع كده. بصي هي دي انا جايباها من امبارح. بصوا عشان هي كنت جايباها صبحه اساسا. بص شكلها حلو ازاي. هبدا بقى قدامكم اهي. بصي بمنتهى التفاصيل اهي. اشيل الوردات بتاعتها اهي كده. بصوا يا جماعه انا هسلقها كده وردات وبعد كده هقطعها تاني حتت اصغر كمان وانا جايه اعملها احمرها. تمام، بس خليكم معايا واحده واحده كده. بصوا يا حبايبي انا فصصت القرنبيط بتاعي اهوت كده. هبدا ان انا احطه في المصفى بقى عشان اخده اغسله. لازم يتغسل يا جماعه كويس جدا قبل ما نستخدمه، لان بصوا بيبقى فيه تراب كده داخل ما بينه وما بين بعضه. فانا هبدا ان انا اغسله وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا حبايب قلبي كده انا حاطه ميه بتغلي على البوتاجاز عشان اسلق فيها القرنبيط. على فكره الطريقه اللي انا هسلق بيها القرنبيط دي ممكن تسلقي بيها الكرنب برده مفيش اي مشكله. بصوا بقى معايا هنا دي حته فلفل، ممكن تستبدليها بفلفل اخضر شطه عادي، ممكن تستخدميها بفلفل رومي. انا عشان ما يبقاش حامي حطيت فلفل رومي. دي حته فلفل رومي اهي، وده ملح وكمون وكركم. تمام، يبقى فلفل رومي وملح وكمون وكركم او فلفل عادي مش مشكله. احطهم هنا كده في الميه بتاعتي دي كده. دول بقى يا جماعه اللي هيخلوها لي حاجه تانية خالص. انزل بس شويه الكركم والكمون دول عشان خساره طبعا. بصوا هي بتغلي معايا اهي تقليبه كده. هي الميه بتغلي معايا. هبدا ان انا انزل القرنبيط بتاعي اهو كده واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه بقى ما تحطيش القرنبيطه ورده زي ما هي كده وتحطيها في قلب الحله وتسلقيها، لا بنفصصه كده واحده واحده. وبعد كده اما باجي اجي اقليه برده برجع اقطعه تاني. يعني انا مش بعمل حته كبيره كده، انا بعملها وردات صغيره. كده الميه مغطيه كويس اهي كده اهي. هبدا ان انا اغطيه واسيبه لغايه ما يستوي معايا. بس انا مش عايزاه يستوي جامد ان هو يتهري، لا انا هسويه سوا يعني ايه معقول، لانه لسه هيتحط معايا هيتحمر معايا فهحطه في الزيت هيرجع يستوي تاني. فانا مش عايزاه يبقى مهري، انا عايزاه يبقى السوا بتاعه معقول. عارفين انتوا السوتيه لما بيبقى فيه قرمشه كده، انا عايزه في ده كده برده. بصوا مجرد ما حطيته لونه عامل ازاي. والريحه يا جماعه والله العظيم تحفه، ريحته حلوه جدا. لان ريحه الكركم مع الفلفل مع الكمون عامله بص ريحه حلوه جدا. عايزاكم تجربوا بقى طريقه السليق دي. انا مركزه معاكم في السليق قوي. تجربوا الطريقه دي كده وتقولوا لي ايه رايكم.
تمام. نسيبه بقى كده شويه لغايه ما يتسلق، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. حبايب قلبي، وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. سلقت القرنبيط بطريقه حلوه جدا هتعجبكم. في ناس هيقولوا ايه سلق القرنبيط يعني؟ لا، انا عرفتكم ازاي تعملوه بطريقه حلوه جدا، ريحته تبقى حلوه، محدش يتضايق منه. يا رب تكون الوصفه بتاعتي عجبتكم النهارده. عايزه منكم لايكات كتير كتير يا جماعه، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واقول لكم اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.